السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل اجمل صينية سمك اسكندراني على ابوها، حاجة تحفة وجميلة. سمكة لود بقى اصلي بتاعت البحر الاحمر. هنعملها بقى بطريقة حلوة جدا وطريقة مختلفة وطريقة كده شهية بالخضروات، وهتطلع تحفة جميلة تدفي في الجو اللي احنا فيه ده. دلوقتي جبنا السمكة، كان وزنها كبير معايا مش هتاخد اي حاجة، فانا جبت اكبر صاج عندي فحطيته فيها وحضرت بقى الخضروات بتاعتي. بس قبل ما نبدأ اي حاجة يا جماعة، يا ريت بقى ما تنسونيش في السبسكرايب وشير ونعمل لايك واحنا بنتفرج كده على الفيديو. دلوقتي جبت السمكه بتاعتي وقطعتها فتحتها كده من الظهر كده يمين وشمال، وجبت الدقه بتاعتي اللي هي عباره عن توم وكزبره وكمون وليمون وملح. وتبلتها كويس جدا جدا جدا، وملحتها. طبعا لازم تتملح حلو قوي 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 عشان ايه؟ تديكي طعم حلو. فانا دلوقتي بقى ملحت السمكه بتاعتي وجهزتها كده على الاكل. بسم الله ما شاء الله. وانتوا بتتفرجوا كده بقى ندوس لايك، نحط صباعنا على اللايك. فدلوقتي جهزت الخضار بتاعي اللي هو عباره عن كرفس وبقدونس وفلفل احمر وبطاطس وجزر وفلفل اخضر وليمون وبصل شرايح، كل ده قطعته شرايح وفردتها بقى في قلب الصاج عندي او الصينيه. وجبت بقيه الدقه عندي اللي انا لسه بقول لكم عليها، اللي هي عباره عن كمون وكزبره وملح وليمون وفلفل اخضر وتوم. كل ده بقى لفيته مع بعض زي ما انتم شايفين كده، فردتها في قلب الصينيه عندي. وجبت بقى ايه؟ السمكه الجميله بتاعتي اللي انا تبلتها وسبتها شويه قبل ما قطعت الخضار بتاعي. طبعا يا جماعه السمكه دي تحفه ولحمها من جوه روعه. فانا جبت بقى السمكه كده زي ما انتم شايفين، وحطيت بقى في قلبها الكرفس والبقدونس، لان الكرفس والبقدونس بيدي طعم حلو جدا 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 للسمك. فانا بقى حطيتها في الصاج زي ما انتم شايفين معايا كده بطريقه سهله قوي وجميله وممتعه. صراحه شكلها شهيه جدا وطعمها تحفه. وانا بقى رحت محطاها بقى بسم الله ما شاء الله. ده هي كانت عايزه حاجه اكبر كمان من الصاج ده. انا بقى فردتها في الصاج زي ما انتم شايفين، وتحتها الخضروات الجميله اللي تفتح النفس. فدلوقتي بقى هنعمل ايه؟ هنحط الزيت عليه على الوش كده زي ما انتم شايفين معايا. حطيت الزيت وعلى الخضار وعلى السمكه، وهنروح مدخلها بقى الفرن. اول ما تطلع بقى من الفرن هتشوفوا الجمال بقى كله. دلوقتي بسم الله ما شاء الله ادي السمكه. بس انا عايزه اقول لكم انتوا تغطوها فويل قبل ما تدخلوها الفرن، عشان خاطر الفويل هيكبس البخار، فهيخلي الخضار يستوي مع السمكه. واول ما نبدا الخضار يستوي فهنشيل الفويل عشان وشها يحمر. فانتوا بقى بسم الله ما شاء الله زي ما انتوا شايفين معايا الخضار مستوي جدا، والسمكه بسم الله ما شاء الله مستويه جدا زي ما انتوا شايفين معايا، حاجه في منتهى الروعه. وعملت رز، طبعا رز السمك جنبيها، ورز السمك كلنا احنا عارفين بيتعمل ازاي. فعملت الوجبه بتاعتي، ويا رب الفيديو يعجبكم وشكرا لكم. سلام عليكم.